مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يخاطب الوفد المصري على المستوى الزائر للبلاد. مركز الكمامة الصحي بمديرية بندح يساهم في تحسين خدمات رعاية الأمومة والطفولة. الدراج بنيام جرماي يحرز المركز الثاني في سباق جران بيري يوميكا. الصين تحذر من مخاطر أمنية بسبب تحرك ألماني بمضيق تايوان. كوريا الشمالية تتعهد بتعميق الروابط مع روسيا خلال زيارة شويغو. إيران تنجح في إطلاق قمرها الصناعي الثاني خلال عام. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين مصر وإريتريا، التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي بعد ظهر اليوم السبت بالوفد المصري على المستوى الزائر للبلاد برئاسة وزير الخارجية المصري. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل صلاح حسين. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي بعد ظهر يوم السبت 14 من سبتمبر الجاري في قاعة دندن بالوفد المصري عالي المستوى برئاسة وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي. وتناول اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات التشاورية بين قيادتي البلدين تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين إريتريا ومصر، وتبادل الرؤى والأفكار في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تطورات الأوضاع في السودان والصومال وحوض البحر الأحمر. وتضمن اللقاء بين الرئيس إسياس أفورقي ووزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وخاصة التعاون في مجالات الزراعة والصحة والطاقة. وأكد الطرفان في اللقاء بأن مصر ليس لها أي أجندة في التدخل في شؤون المنطقة وإثارة الاضطرابات، وأن التصريحات التي تصدر عن بعض الأطراف والتشويه المتعمد هي محاولة للتغطية على الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها هذه الأطراف. وفي تصريحه لوسائل الإعلام المحلية، عبر وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي عن إعجاب مصر بالرئيس إسياس باعتباره أحد حكماء القارة الأفريقية وركيزة الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، وأن اللقاء جاء في ظرف شديد الخصوصية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة والقارة. احنا طبعا دي زيارة لدولة إريتريا الشقيقة، دائما ما نعول على العلاقة الأخوية مع الأشقاء في إريتريا، بنعول دائما على حكمة وقيادة الرئيس أفورقي باعتباره أحد حكماء القارة الإفريقية وركيزة الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية. هذه الزيارة بتأتي في إطار اتصالات مستمرة ومتبادلة بين قيادتي البلدين وبين كبار المسؤولين. الزيارة بتأتي في ظرف شديد الخصوصية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالي أولا في تركيز على البعد الثنائي، وتم الاتفاق مع فخامة الرئيس على مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين. العلاقات السياسية متميزة، وهناك دفعة إن شاء الله في المستقبل القريب للعلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. تحدثنا عن التعاون في قطاعات مثل الزراعة، مثل الصحة، مثل الطاقة، وهناك مجالات كبيرة لهذا التعاون، وإن شاء الله سنلمس هذا أو إثار هذا التعاون في الفترة القادمة. هناك أيضا تشاور حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين الشقيقين. مصر وإريتريا هما ركيزتين الاستقرار في المنطقة، وكان من الطبيعي نتحدث طبعا عن الصومال واستقرار الصومال بطبيعة الحال والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية. تحدثنا عن قضية أمن البحر الأحمر باعتبار أن إريتريا ومصر دولتان متشاطئتان على البحر الأحمر، وبالتالي ما يحدث من اضطراب في حركة الملاحة الدولية هو أمر يهم البلدين الشقيقين. تحدثنا أيضا عن الوضع في السودان. السودان دولة شقيقة لإريتريا
إريتريا ودولة شقيقة لمصر، واستقرار السودان ووحدة أراضيه أمر يهم البلدين بطبيعة الحال. كان في نقاش مطول، وكان في تطابق في الرؤى على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية مثلما نحافظ على الدولة الصومالية. لابد من الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة حتى يكون هناك استقرار، لأن عدم وجود هذه المؤسسات يخلق فراغ، والفراغ تملأه منظمات إرهابية وغيره. وبالتالي كان في تطابق في الرؤى تجاه هذه الملفات الثلاثة: أمن البحر الأحمر، وحدة الصومال، ودعم المؤسسات الصومالية والجيش الصومالي وتدريبه، وأيضا وحدة الدولة السودانية ودعم مؤسساتها. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومن الجانب المصري الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير جمهورية مصر لدى إريتريا محمد حاتم العطوي. ارتفعت خدمات رعاية الأمومة بمركز ماية كموم الصحي بمديرية قنداع بنسبة 6%، وخدمات تحصين الأطفال بنسبة 2%. وأوضح مسؤول المركز الصحي الممرض سليمان حسين أن المركز الصحي الذي تطور من عيادة إلى مركز لرعاية الأمومة والطفولة في يوليو من العام 2024 يقدم مساهمة مشهودة في رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية. وأشارت الأمهات إلى ضمان صحتهن وصحة أطفالهن، حيث زادت معرفتهن الصحية بفضل برامج النصح والإرشاد من قبل الكادر الصحي في المركز. هذا ويقدم مركز ماية كموم الصحي الخدمات والتثقيف الصحي في مجالات تطعيم الأم والطفل والرعاية ما قبل الولادة والتحاليل المخبرية والفحص الطوعي والاستشارة. دعا منسق برنامج الصحة العامة بمديرية عبد القيح السيد كوخب تسفاي إلى إصحاح البيئة ودفن البركة التي تتكاثر فيها البعوض للوقاية من مرض الملاريا في مديرية عبد القيح. وقال أن مديرية عبد القيح تعتبر من المديريات النموذجية في الإقليم الجنوبي من حيث الجهود والنتائج المبذولة للقضاء على مرض الملاريا، مشيرا إلى أن 70 من مرضى الملاريا الذين عولجوا في المستشفى قادمون من مديريات أخرى. أوضح أنه وكجزء من أنشطة الوقاية تم توزيع حوالي 29 ألف ناموسية في 21 إدارة ضاحية خلال الأشهر الأولى من هذا العام، مضيفا أنه يتم تنفيذ حملات مستمرة في المناطق الحضرية والريفية لرفع مستوى الوعي العام حول الوقاية من مرض الملاريا. وحث المواطنين على العمل بالتعاون مع المهنيين الصحيين، كما ناشد المصابين بالمرض لطلب الرعاية الطبية على الفور لتحقيق هدف الحد من الإصابة بمرض الملاريا بنسبة 80% والوفيات إلى الصفر بحلول عام 2026. احتل عضو فريق انتر مارشي وانتي البلجيكي الدراج بينيام جرماي المركز الثاني في سباق جران بيري كوبيكا الثالث عشر في كندا يوم أمس. وفي سباق اليوم الواحد الذي تبلغ مساحته 201.6 كيلومتر أنهى بينيام السباق في 4 ساعات و45 دقيقة و36 ثانية دون خسارة وقت من صاحب المركز الأول مايكل ماثيوز في نادي جايكو العلا الأسترالي. واحتل بطل سباق فرنسا للدراجات 2024 عضو فريق الأمارات السلوفيني تاج بوغاتشار المركز السابع، وسايمون ييتس من جايكو العلا المركز الرابع والخمسين. هذا وسيشارك الدراج بينيام الفائز بالقميص الأخضر في طواف فرنسا للدراجات لعام 2024 في سباق مونتريال بكندا يوم غد الأحد 15 من سبتمبر. استشهد في 25 من أغسطس المنصرم المناضل يوهانس براخي برهه عن عمر ناهز 76 عاما في ألبانيا جراء مرض ألم به. التحق المناضل يوهانس بقوات التحرير الشعبية في عام 1975 وعمل في القوات المقاتلة والوحدات الصحية قبل التحرير، كما عمل في سكرتارية وزارة السياحة حتى استشهاده. المناضل يوهانس رب أسرة وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه الثراء ظهر يوم 14 من سبتمبر بمقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. اتهمت الصين ألمانيا بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان قضاء إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس لأول مرة منذ 20 عاما.
وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي تشي أن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة، وأكد أن القوات الصينية في المنطقة ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات. وأوضح لي أن الجيش الصيني أرسل قوات بحرية وجوية لمراقبة السفن الألمانية وتحذيرها. وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الفرقاط بادن فورتنبرغ فضلا عن سفينة إمدادات ترافقها عبر تاع المضيق، وهذه أول مرة تعبر فيها سفن حربية ألمانية مضيق تايوان منذ أكثر من 20 عاما. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعميق العلاقات مع روسيا خلال محادثات أجراها مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو وفق إفادات وسائل إعلام رسمية في بيونغيانغ. وتتهم الدول الغربية كوريا الشمالية ببيع ذخائر إلى روسيا، متحدية بذلك العقوبات المفروضة في إطار الحرب المستمرة منذ أكثر من 30 شهرا في أوكرانيا. وعززت كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة علاقاتها العسكرية مع روسيا، بينما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة وقع خلالها معاهدة الدفاع المشترك مع كيم. وأورد الإعلام الرسمي أن كيم وشيوغو أجريا محادثات بناءة في جو من الود والثقة. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت قمرها البحثي جمران 1 إلى مداره، وهو ثاني إطلاق ناجح لقمر صناعي هذا العام. وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي البحثي للفضاء بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية قائم 100، وتم وضعه بنجاح في مدار على ارتفاع 550 كيلومترا فوق سطح الأرض. وتم تصميم وبناء جمران 1 من جانب المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات القائمة على المعرفة الخاصة. ويزن هذا القمر حوالي 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع. في الخبر الأخير، كشفت وحدة الاستجابة للطوارئ في رومانيا أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في شرق البلاد بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وفقا لوكالة رويترز. ويأتي هذا فيما ارتفع منسوب مياه الأنهار في عدة دول أخرى في شرق ووسط أوروبا نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مدى أيام. وهنالك توقعات بهطول المزيد من الأمطار على أغلب المنطقة على مدار الأيام المقبلة، مما جعل السلطات في حالة تأهب في التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجنوب ألمانيا ومناطق في النمسا. ونفذ مسؤولون في بعض البلدات على الحدود البولندية التشيكية عمليات إجلاء للسكان مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار فوق مستويات التحذير. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يلتقي بالوفد المصري على المستوى الزائر للبلاد. مركز الكمام الصحي بمديرية قنداع يساهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفولة. الدراجة الإريتري بنيام قرماي يحرز المركز الثاني في سباق جراند بيري كويوبيكا. الصين تحذر من مخاطر أمنية بسبب تحرك ألماني بمضيق تايوان. كوريا الشمالية تتعهد بتعميق الروابط مع روسيا خلال زيارة شويغو. وإيران تنجح في إطلاق قمرها الصناعي الثاني خلال عام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.